أنا بجد فرحانة إنكم جنبي، وكمان مرضتوش تسيبوني زعلانة. أنا فعلاً بقيت أحسن بسببكم. شكراً يا ميس على كلامك وتشجيعك ليا. ويا بنات، أنا بحبكم قوي، وما تزعلوش مني لو ضايقتكم قبل كده. مش زعلانين منك طبعاً. عارفين القعدة الحلوة دي فكرتني بمشهد شفته في فيلم اسمه مش مهم اسمه دلوقتي. أيوة صح. المهم المشهد كان فيه 5 أشخاص قاعدين في دايرة كده زينا، وكل واحد فيهم بيحكي عن الصعوبات اللي بيعاني منها في حياته. فايدة بقى القعدات دي إنها بتخلي نفسية الشخص أحسن، وكمان بيتعلم خبرات من غيره، وفي الآخر طبعاً بيعرف يواجه مشاكله ويحلها. حلوة قوي الفكرة دي. أنا بفكر أعمل قعدة أسبوعية كده عندي في البيت، نتجمع ونشوف مين اللي عنده مشكلة في المدرسة، ونخليه يتكلم ونساعده يبقى أحسن. وكلكم طبعاً تبقوا معايا. معاكي طبعاً يا نورة، أنا نفسي أساعدك في أي حاجة. لو عايزة تساعديني بجد بقى تيجي معايا البيت وتقولي لبابا إنك انتي السبب في التأخير ده كله. إحنا فعلاً اتأخرنا قوي. ما تقلقوش يا ولاد، أنا كده كده هوصلكم البيت وهتكلم مع أولياء أموركم. شكراً يا ميس رضوى. يلا بينا بقى، زمان يوسف مغلب خالته في البيت. يعني خلاص مش هتعاملوني وحش تاني لأ. وهتتغيروا للأحسن أمال. ومش هتعملوا حاجة غلط خالص. حس كده بقى، من النهاردة هنفتح صفحة جديدة. بالمناسبة دي بقى أنا عايزك تصورني صورة حلوة من إيديك الحلوة دي. طبعا، ما هو مفيش حد في المدرسة كلها يقدر يصورك زي المخرج العالمي نور خالد. بس قبل الصورة بقى، فين الهدية اللي وعدتوني بيها؟ طبعا يا صغير. يا نور الهدية هتبقى معاك. ما تقلقش يا نور، النهاردة وإحنا مروحين الهدية هتبقى معاك. خلاص حلو قوي، يلا بينا عشان أصورك أحلى صورة. تعالى بقى كده يمين شوية يا علي. أيوة مظبوط. يلا سما حلوة بقى. انتي لسه نايمة؟ ايوه يا ماما، هصحى ليه؟ عشان تروحي المدرسة. ملوش لازمة بقى، ما انا كده كده هتفصل قريب. طب انا عديت على المدرسة امبارح قبل ما اروح النادي، واتكلمت مع المدير وأستاذة رضوى، وقالوا لي على كل حاجة عملتيها، من أول فيديو نورة لحد اللي حصل امبارح مع زميلتك جنى. وانتي صدقتيهم؟ حتى لو صدقتهم فأنا في صفك. وبعدين انتي ليه ما حكيتيليش كل ده؟ يا ماما، ما انتوا دايما سايبيني لوحدي ومحدش يعرف عني اي حاجة. يارا، أنا وأبوكي غلطنا، ودلوقتي بنشيل نتيجة غلطنا ده. حقك عليا. وعامة أنا حليت كل حاجة مع المدير. ايه ده بجد؟ يعني خلاص كده مش هسقط ومش هتفصل؟ أيوة خلاص. ويلا عشان اليوم الدراسي قرب يخلص، وقبل ما تمشي من المدرسة عايزاكي تروحي للمدير وتعتذري له. حاضر، شكرا يا ماما. ما تقوليش كده يا حبيبتي، وأسفة لو كنت قصرت معاكي. أوعدك إن كل حاجة هتتغير، وبالليل هنقعد نتكلم سوا. مش عايزة مشاكل تاني يا يارا، اتفقنا؟ اتفقنا يا ماما.